إيه مصادر الإلهام اللي ممكن تكون موجودة للبني آدم؟ الطبيعة اللي حوالينا طبعًا، إمم. يعني الطبيعة بكل بقى التفاصيل اللي ممكن تبقى موجودة، لو في مناظر طبيعية، في أشجار بطريقة معيّنة، شكل وردة بشكل معيّن، بحر، شلال، الحاجات المناظر الطبيعية الخلابة دي ملهمة. ملهمة. الشخص نفسه، إمم. الشخص نفسه من جواه إمم. ممكن يكون هو مصدر لمصادر الإلهام دي، لأنه من جواه ممكن تيجي له حاجة، تيجي له فكرة فتبقى مصدر إلهام. الثقافة والفن يا منال، يعني طبعًا. الفنون، الموسيقى، الفن التشكيلي، الباليه، المسرح، أنتِ ممكن تبقي واقفة قدّام لوحة وعلى فكرة ممكن تبقي مرسومة اللوحة دي وما لهاش ملامح واضحة أوي زي الحاجات اللي بنقول عليها آه. السريالية آه. والحاجات دي. آه. الأشخاص، في في أشخاص. أشخاص بيبقوا هم مصادر إلهام، صح. سواء قريبين منِّك وأنتِ على علاقة بيهم وتعرفيهم، أو سواء بتبقى شخصيات معروفة والناس المشهورة اللي ليها تأثير. الأحداث، ممكن حدث يحصل في حياتِك، مجرد حدوث الحدث ده يلهمِك بحاجة، وأنا في قناعاتي بقى لو دَوّرنا على كل ده سواء أحداث أو شخصيات أو طبيعة أو فنون، هو المصدر الأساسي لكل دول ربنا سبحانه وتعالى. بالله. الطبيعة من خلق ربنا وكل حاجة دي من خلق ربنا.